جماعة، ايه الأخبار؟ أنا رينا سليمان من شركة سير هوم للخدمات العقارية. بصوا بقى، النهاردة أنا معايا فيلا ستاند الون خطيرة. هي معروضة معايا للإيجار، فيها حمام سباحة خاص، برايم لوكيشن، أحلى فيو موجود في الكومباوند. كمان أنا عندي ميزة مهمة جدا في حمام السباحة، ناس كتير بتطلبها وناس كتير يعني من غيرها مش هتأجر، وهي ان حمام السباحه هيتد، حمام السباحه سخن وساقع. احنا معانا حمام السباحه تحفه هيتد، ناس كتيره جدا بتطلبه. كمان احنا لما بنأجر في ميريدا بنقدر يكون عندنا اكسس على الكلاب هاوس، نقدر ندخله ونستخدمه، سواء الجيم، الالعاب داخل الكلاب هاوس. دي ميزه مهمه جدا. كمان في ميزه مهمه انه الفيلا دي اول استخدام، فاحنا في الفيديو هنلاقي انه المطبخ لسه ما تركبش، ما تقلقوش خالص، المطبخ هيتركب طبعا في خلال يعني اسبوعين 3 بالكتير، وده لان الاوردر معمول من بدري. وفي شويه تفاصيل كده في الاكسسوارز يعني فاضله، بس انا بصراحه من جمال البيت كنت مستعجله جدا اني اصوره وانزله لكل المتابعين اللي بيتابعوني. يلا نروح نشوف الفيلا، خليكم معايا، اوعوا تروحوا في اي حته. طبعا انا حبيت كالعاده اوريكم الكومباوند، لان مش كل الناس دخلت ميريدا، وناس كتير بتبقى مهتمه بشوارع الكومباوند، المساحات ما بين البيوت، المساحات للعربيات علشان ما يكونش ترافيك عالي. فحبيت اجيب شكل الكومباوند، وكمان الصيانه، يعني ناس كتيره جدا بتهتم بالصيانه، ان هو داخل يأجر بيت بارقام مش قليله، فبالتالي هو محتاج ان البيوت كلها يبقى معمول لها صيانه، عشان وهو ماشي في الكومباوند يكون مستريح نفسيا وحاسس ان هو حاطط مبالغ ماليه في المكان المظبوط. يعني الموضوع مش انه اجر بيت وخلاص. كويس قوي. لو اول مره تشوف القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. انا عندي كمان معلومه مهمه جدا، ان احنا بنخرج من الجيت نلاقي قدامنا الكلاب هاوس، مع العلم ان انا عندي حوالين الفيلا نفسها اللي انا عرضاها للايجار 2 كلاب هاوس كمان، غير الكلاب هاوس اللي امام الجيت. دي برضو ميزه مهمه جدا. في الحقيقه انا الصيانه بتعجبني جدا الموجوده في ميريدا، اعمار كلها بتعجبني في الحقيقه. وانا عارفه انه العميل اللي بيكون عايز يسكن في ميريدا مش بيفكر في حاجه تانية، لان هو بيحب كل حاجه في ميريدا، بيحب الصيانه، بيحب الهاوس كيبنج اللي موجود هناك، بيحب الاداره، بيحب الكوميونتي اللي هو بيكون عايش فيه، بيحب روح ميريدا. الليك ديستريكت لما عمل روح جامده جدا، كل الكافيهات اللي موجوده هناك، بعض المحلات اللي بتسرفز على المكان بالكامل. الكلاب هاوسز خطيره يا جماعه، من الجيم، الالعاب، لكل التفاصيل اللي كل الناس بتحبها واللي هي محتاجه فعلا تكون موجوده في بيوتها. لو اول مره تشوف القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واي تفاصيل للسعر اسكرينا على 031 3462 37. البيت معانا الارض حوالي 465 متر والمباني 356 متر. دي الواجهه طبعا، حبيت برضو ان انا اجيبها يعني. وبعدين عندي على اليمين والشمال شكل جاردن كده خطير. البيت كله عندي معمول شاتر على كل الشبابيك وكل البلكونات. وبعدين اول ما ادخل بيكون على ايدي اليمين في غرفه. الغرفه دي ممكن نستعملها مكتب، وممكن نستعملها غرفه ضيوف، على حسب استخدام كل شخص يختلف عن التاني. طبعا كلنا عارفين ان عمار بتسلم متشطب، لكن البيت ده احنا اللي مشطبينه. الحمام ممتاز، كله رخام زي ما احنا شايفين. كابن شاور، ويمكن انا بس كنت حابه اجيب حرف الازاز عشان الكابن شاور يكون واضح. وبعدين انا كمان على فكره عندي غرفه مربيه، لكن عشان البيت في التشطيبات الاخيره مش هجيبها قوي، لانه كان فيها بعض الدهانات يعني الموجوده، فما كنتش حابه ان انا اوضح شكل الدهانات. ده المطبخ، مساحته كويسه جدا. وبعدين عنده كمان باب في المطبخ موجود يخرجك برضو على الجاردن، بحيث لو انت عندك مساعده النظافه ان هي هتدخل حاجه او تخرجها وهكذا. دي غرفه المربيه انا فوتها بسرعه جدا عشان الحاجات اللي فيها. الرخام عندي كله موجود على السلالم، وترابزين موجود برضو ازاز. على فكره اللي عارف تشطيب اعمار هيعرف ان البيت ده تشطيبات مالك مش تشطيبات اعمار. بصوا الريسبشن مساحته عامله ازاي. لو اول مره تشوف القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.
نقدر ندفع دولار، نقدر ندفع مصري، مفيش مشكله. اهم حاجه المده عندنا لا تقل عن سنه ولا تزيد عن 3 سنوات. انا معايا حمام السباحه زي ما احنا شايفين، المربع ده هيكون فيه برجوله، الباب ده بيخرج على باساج لاندسكيب، بس انا يعني عشان وقت الفيديو ما حبيتش ان انا اعمل ده، بس هنشوف اللاندسكيب من الدور الاول. ده شلال كده ظريف موجود في حمام السباحه، وزي ما قلنا حمام السباحه هيتد. وبعدين هيدخل مره كمان على الريسبشن. هنطلع فوق علشان نبتدي نشوف تقسيمات الدور الاول عامله ازاي. ولو اول مره تشوف القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اول ما نطلع بنلاقي عندنا 3 غرف. دي اول غرفه معانا، مش بتكون ماستر في الحقيقه، الطاوله بتكون على شارع الكومباوند، فاحنا عندنا جزء بيشوف شارع الكومباوند والجزء التاني بيكون على اللاندسكيب. تكييف. ودي الغرفه التانيه معانا، سبوت لايتس في كل مكان في البيت عشان تكون الاضاءه متوزعه بشكل ما يضايقش العين. وده كده تاني حمام معانا، غير طبعا حمام غرفه المربيه، وغير حمام الضيوف اللي موجود في الريسبشن تحت. ودي بقى الغرفه الماستر، ده الحمام بتاعها كله عندي رخام، كله تشطيبات رائعه. احسن حاجه في البيت ان هو اول استخدام. اكتر حاجه بتقلقني ان احيانا بعد ما البيت يتاجر الاقي عميل بيكلمني يقول لي رينا انا عايزه اجر البيت. بصوا الكابين شاور عامله ازاي، خطيره. بيت فعلا ده اللي بيتقال عليه لقطه. ودي يعني الغرفه الماستر. وعلى الشمال هنا ما بين الضلعين بيكون الدراسنج، وعلى اليمين بيكون في ضلع تاني برضو دراسنج. بصوا هنا الفيو هيكون عامل ازاي، شوفوا. لو اول مره تشوف القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبعدين هنخرج من الغرفه الماستر. دي غرفه المعيشه معانا طبعا، علشان بس البلكونه دي بلكونه على فكره معمول عليها شاتر، فانا برضو عشان وقت الفيديو حبيت بس اجيب لكم المساحه، لكن ده كله هيكون موجود على ارض الواقع. هنا طبعا بيتحط تلفزيون. هنطلع الدور الثالث هنلاقي غرفه كمان بحمام، يعني احنا كده معانا 5 غرف مقفولين حقا. اهو نطلع كده، ده الحمام معانا كله رخام يا جماعه. انا عندي البيت كله كاميرات، كله تقدر تعمل كل حاجه في بيتك من على التليفون وانت بره البيت وانت مسافر. لو ازازه اتكسر هيبعت لك على الموبايل في ازازه اتكسر في البيت، فدي ميزه كويسه كانك سايب سكيورتي. طيب، ودي الغرفه والشاتر اللي احنا شايفينه على الشباك ده برضو بيخرج على جزء من الروف، يعني احنا عندنا الروف يمين والروف شمال. بيت ممتاز، فيلا رائعه، مش هتلاقي زيها في ميفيدا. حاول انك لو فعلا انت جاد في موضوع الايجار وانك عايز تستقر انت واسرتك، انك تاخد اكشن في البيت ده، انك تكلمنا وتتواصل معانا ونحدد ميعاد وتتفرج عليه. ولو اول مره تشوف القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. شفنا الفيلا خطيره تحفه، اول سكن مفيش صيانه خالص بتعملوها. الفيلا بتتأجر بالمصري او بالدولار. اهم حاجه ان احنا يا جماعه مش بنأجر مدد قصيره، احنا اقل مده عندنا سنه، اطول مده عندنا 3 سنوات. احنا بنشتغل ايجار وبيع وبنشتري، بنعمل 3 حاجات، بنشتري وبنبيع وبنأجر. بنعمل ايه؟ بنعمل سكني، بنعمل تجاري، اداري، يعني شويه ميديكال كده مش كتير. طيب اللي محتاج يعرف التفاصيل، احنا مش بنحط اسعار خالص، مش بنقول اسعار لان الوقت بيتغير. كل حاجه بيكون ليها سعرها في وقتها، فاحسن حاجه دايما اسال عن سعر اليوم. عشان تعرف السعر اسك رينا على 0313462 رينا سليمان، شركه هوم عقارات وبس. اشوفكم قريب، باي باي.